بصوا يا جماعة، هنا كوكي محتضنة الأولاد الصغيرين رغم إن أنا سبتهم، يعني مش مامتهم. هما كبروا على كده، يعني هما ما شاء الله يعني كبار، عندهم حوالي 6 شهور أو داخلين في 7 شهور. بس هي بتحس إن هي مسؤولة عنهم ومش عايزة تسيبهم يعني. بصوا ما شاء الله، بصوا ده نجم نايم خالص، وعصفور كمان، وسكر. بصوا بص، يعني سبحان الله لازم يكونوا معاهم بالظبط. عايزة بقى اوريكم حاجة هنا مهمة جدا. يعني هنا كل القطط نامت، بس دلوقتي الساعة حوالي 3 كده الفجر. القطط كلها نايمة ما عدا بقى واحدة كده مأنساني وما بتنامش لما انا انام. هوريها لكم دلوقتي. ست الكل دي فتحية، يعني بصوا بترد عليا ازاي. دي ست الكل بتاعتي، ما بتنامش لما انا انام، يعني طول ما انا فاتحة النور كده وقاعدة ما بتخشش تنام. واول ما اخش انام لوحدها كده اوتوماتيك بتيجي جنبي وتروح نايمة. بتحب تنام جنبي على السرير يعني. بحبها قوي. رغم ان هي كان لها ظروف خاصة. فتحية انا لقيتها كان عندها حوالي شهرين او اقل يعني. لقيتها كانت في الشارع، كانت على جنب كده. وكانت تقريبا يعني حد ضاربها في عينيها، وعينيها للأسف اتصفت عين واحدة بس، والتانية كانت على وشك. فأنا أخدتها وحاولت ان انا اعالجها. فتحية خدتها وحاولت ان انا اعالجها وكده، بس ما امكنش. للاسف عينيها اتدمرت. يعني عين واحدة بس، اللي هي العين الشمال تقريبا، اتدمرت خالص وباظت. وهي دلوقتي بتشوف بعين واحدة بس. بس الحمد لله رب العالمين يعني. فانا كان عندي يعني النية ان انا اعالجها، ولما تكبر شوية كده وتقف يعني على رجليها كده وتكسب صحتها، قلت خلاص انا همشيها. بس سبحان الله، يعني كل ما اجي احاول ان انا مثلا امشيها، لان هي كانت قطة شارع بالفعل يعني. بتراجع لحد ما كبرت عندي ما شاء الله يعني. شهر 5 اللي جاي فتحية كده تتم ليها عندي سنة. فتحية هي حبيبتي 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 حبيبتي. بصي بصوا دي عينيها. هي عندها يعني عندها حالة نفسية قوي من ناحية عينيها ديت. ما بتحبش حد ان هو يمسك وشها خالص، لان هي تقريبا كانت في معركة و... كان في مشاكل يعني في حياتها. فسبحان الله بصوا فتحي، يعني بصوا عينيها عاملة ازاي. بس ما شاء الله ان عينيها التانية الحمد لله سليمة. هي كانت يعني فاقدة الامل خالص، وكانت محطوطة على جنب كده. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حطها في طريقنا كده، وبقت جزء وملاي جزء، يعني جزء كبير جدا في البيت، مهم جدا. والعيال كلهم حبوها جدا بقى، يعني على الرغم ان هي بلدي. وانا ما بشجعش تربية البلدي قوي، بس فتحية ليها ظروف خاصة وحبيتها جدا، وفيها مميزات جميلة جدا ما لقيتهاش صراحة في القطط البلدي اللي عندي الباقية. انها من ناحية يعني من حيث النظافة يعني نضيفة جدا. وبتعمل الحمام بتاعها في البوسي عادي. وغير كده كمان ان هي ما بتطلبش اكل. يعني بترضى باي شيء بديهولها، ما بتقولش حاجة يعني على حاجة لأ. وبتحب البطاطس المسلوقة. على الرغم ان جسمها يعني ممكن يكون فيه شوية سمنة كده مفرطة. بس انا بحاول انظم معاها في الاكل. طيوبة قوي وحبوبة، وصوتها يعني بصوا فتحية ملهاش صوت. بصوا ملهاش حس خالص، طيبة جدا و... وفي حالها ما تتخانقش مع القطط التانية. يعني انا عندي قطط هنا بتاكل بعض على فكرة، 2 كده كبار بياكلوا بعض، بيضربوا بعض. لكن هي لا، في حالها ملهاش دعوة بحد، وما بتبخش على حد. وهي في حالها. فتحية قولي سلام يلا للناس. فتحية بنتي فتحية قولي سلام. هي حساسة شوية كده من ناحية وشها. بتبقى صعب ان انا يعني اغسل لها وشها خالص، او امسح لها
جنب عينيها كده وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الحمى بتاعها كمان صعب جدا. يعني انا بنتي، عندي بنت كده بتحب تروضها وتحميها، هي تقول لها معاكي ربنا بقى انت حرة، لكن انا ما اقدرش. يلا فتحية، اقول يلا تصبح على خير. انا هخش انام دلوقتي يا فتحية، هتيجي تنامي معايا ولا ايه يعني؟ ها؟ هي مش فاضية دلوقتي، نضف نفسها. يلا تصبح على خير يا جماعة.